قال لك بقى يا باشا ايه، حتى الان رغبة امام عاشور غير واضحة في التجديد مع الاهلي او احترافه. طب امام عاشور عايز يعمل ايه؟ لا هو عايز يجدد ولا هو عايز يلعب. قال لك عايز يحترف، وجايب عرض من مش عارف كونيا سبور من تركيا و4 مليون دولار يا باشا. ودخل على الكابتن وائل قال له يا كابتن وائل انا عايز احترف وعندك 4 مليون دولار، خليني امشي. قال له لا يا باشا ما انتش ماشي، انت قاعد. قال له يا باشا انا همشي بمزاجي، انا مدورها اصلا بمزاجي، وانا ياما عملت كده، ما رحتش معاكم وما سافرتش معاكم وانا بلعب اهو، انتوا برضو محتاجيني ومش هتقدروا تستغنوا عني والكلام اللي بيحصل ده. وطبعا ده ليه؟ لان الاهلي اصلا من الاول ما خدش قرار حاسم لما امام عاشور اصلا كذا مشكله، وان هو ما راحش يلعب معاهم افريقيا، وان هو مش عارف اتمرد وعمل مش عارف ايه وقفل تليفونه وكذا وحاجات بقى اللي انتوا عارفينها على مدار الكام سنه اللي فاتوا اللي امام عاشور لعبها مع الاهلي. هو راجل ما عندوش انتماء للنادي الاهلي، وما عندوش اصلا بربع جنيه انتماء للنادي الاهلي، فهو مش هيديك حاجه. هو الراجل جه لعب معاك عشان خاطر انت اللي كنت متاح ساعتها موجود وكنت عايزه، فخلاص يا باشا هتيجي وهتديني فلوس وهتدفع لي فلوس للنادي بتاع الدنمارك ده، فتمام يا باشا زي الفل. لكن الراجل ده مش هيقعد معاك، الراجل ده راح اتعاقد مع وكيل الاعمال اللي اصلا ضد النادي بتاعك، وفي نفس الوقت ما كانش بيطلع يدافع عن اي حاجه من الحاجات اللي بيقولها، ولا كان بيطلع يرد، ولا كان بيطلع، والناس كانت مستحمله وحاطه بلاستر على بقها. خلينا نقول ايه بلاستر. ليه؟ لان هو انا في الاول والاخر شايف ان امام عاشور لعيب كبير جدا، ولاعيب هيفرق جدا مع الاهلي، ولاعيب جامد قوي وفارق مع الاهلي. فطبيعي ان انا كمشجع هبقى عايز ان هو يكمل، وبتغاضى بقى عن حاجات. فدايما ما تحاولش، هو ده الطبيعي زي ما بيحصل مع بيزيرا، زي ما بيحصل مع الناس دي. لان زي ما قلت لك في الاول والاخر الكوره ما عادش فيها انتماء، فمفيش حد فينا ما فيش حد من اللعيبه منتمي للنادي، ما فيش حد من الشركه، كلهم يا باشا لو حد جاله اوفر اعلى هيتكل على الله. بس فحد يقول لنا يا جماعه هو امام عاشور ناوي على ايه؟ وعايز اقول لك كمان ان امام عاشور استبعد من مباراة برشلونة من فرمان من حسين عموتة كده امام عاشور مش هيلعب ماتش برشلونة. فالايام الجاية دي هتبين لنا ايه اللي هيحصل، والدوري خلاص فاضل عليه اقل من 5 6 ايام. يا ترى ايه اللي هيحصل مع امام عاشور؟